لما تيجي تعمل تورتايه حلوه بالشوكولاته كده وبالكريم شانتيه وتحط عليها في الاخر بقى شويه ملح، ياه تيجي تاكلها كده تجزع نفسك تروح مرجع كل اللي في بطنك. اهو قفشه عمل كده النهارده مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بعد ما عمل مباراه كويسه الشوط الاولاني، وكمان الظروف خدمته في طرد لاعب زي عمر كمال، الحافز بقى عند فيوتشر اكتر من النادي الاهلي، لان الفريق ذات نفسه حسيت منه ان هو احنا هنكسب في اي وقت، خصوصا بعد ما جاب الجول الاولاني. وانا كنت بقول ان فيوتشر على اللي هو بيعمله ده هيتعادل وممكن يكسب، وهو ده فعلا اللي حصل، ان هو طلع بالتعادل. فتخدمك الظروف تاني ويجي لك ضربة جزاء تاني بعد 3 ضربات جزاء بيحتوي الموقف الفار مع امين عمر، ورغم كده بتهدرها ليه؟ عشان النجم قفشه المقموص، اختصارا كده قفشه مقموص انه ما بيلعبش، اهو اداك الفرصه، بتاخد الكره من السوليه ليه؟ السوليه رقم 1 او معلول رقم 1 والسوليه رقم 2، مين منهم اللي بيشوط؟ مش فارقه، الاتنين بيحطوها وبيحطوها كويس قوي، انت بتشوطها ليه؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبائي واصدقائي في كل مكان، احباء ملعب الهداف، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ملعب الهداف مع اخوكم في الله محمد الصيفي. طبعا زي ما بدايه المقدمه اللي انا قلتها، انا اسف هي طويله شويه لان انا بصراحه مخنوق من اللاعب اللي بيمسك في الفرصه او بتجيله الفرصه وما يمسكش فيها. انت قفشه عامل ماتش كويس قوي 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 النهارده، لمسات والكره بتطلع كويسه، بتستلم كويس، بتفتح لزمايلك باص، بتحرر الموقف، اي واحد مزنوق بتبقى انت تحت الكوره وبتقدر ان انت تستلم وتعرف ان انت تتحرك الملعب. بوظت كل اللي انت عملته بان انت جيت خدت الكوره من السوليه وانا اللي هشوط الكوره. عارف فكرتني بمين؟ موقف زي ده مع محمد صلاح، لو تفتكروا في ليفربول محمد صلاح برضه، مش فاكر ميلنر ولا مين اللي جه خد الكوره منه، ميلنر وراح مضيعها، او ارنولد، حد من الاثنين يعني، فنفس الموقف. اختصارا يا ابن الحلال، لو انت عايز تفضل في النادي الاهلي امشي زي ما النادي الاهلي عاوز، مش زي ما انت عاوز تمشي النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بيشوفني اول مره يدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، يا ريت القناه مش هتكمل غير بيكم وبدعمكم، فيا ريت ما تبخلش عليها بلايك وشير ومشاهده على الاقل خالص 60% من الفيديو، عشان خاطر تستفيد، وانا كمان احس ان انا عملت حاجه كويسه. انا بتعب عشانكم وبحاول ان انا اتكلم واقول واجيب معلومات اكيده، واكيد اللي بيتفرج عليا ومتابعني عارف ده، فما تبخلش عليها بلايك وشير، مش هتخسر حاجه. ولو بتشوفني لاول مره اشترك في القناه لو عجبك طبعا الفيديو، يشرفني طبعا اشتراكك يعني. المباراه الاهلي بادئ المباراه كويس قوي، مستحوذ، حاطط فيوتشر في نص ملعبه، فيوتشر بيلعب على المرتده، قلقان من هجوم النادي الاهلي. الطرد اللي جه لعمر كمال كان طرد مستحق، عمر كمال لعيب كويس ما يستحقش، او ما يعني هو مش قاصد انه يضرب، ولكن رفعت رجليه اللي جت في رجل عبد المنعم كان ممكن يحصل له كسر او اي حاجه تاذيه، لان ده اسمه تهور في الكوره، اسمها تهور. الكوره اللي عملها عمر كمال ديت وحط رجليه وعلى رجليه كده، المفروض كان ضم رجليه، انت لعيب دولي يا عمر ولعيب كويس وانا بحبك، ولكن عمر كمال عبد الواحد رجليه طبعا خبطت محمد عبد المنعم في مكان صعب، والحمد لله ان الموضوع عدى. طبعا طرد مستحق ما فيهوش اي كلام ولا اي نقاش ولا اي احتواء زي ما الناس ما بتقول. الهدف الاول بيجي في الدقيقه 32، عمرو السوليه بياخد كوره استلمها بوش رجله الخارجي، بتروح لمحمد شريف اللي بيسندها له تاني، بيعمل فينت وبيلف بيحطها لشادي حسين اللي بيسندها لحسين الشحات، بيحطها فيرست تايم على طول على الطاير، فجون حلو، جون جميل. جون النادي الاهلي بقاله فتره جامده ما كانش بيعمل الجمل ديت، اللي هو واحده والثانيه والثالثه والرابعه والناس حافظه بعض، وتحس ان بقى الكوره يعني ايه زي ما بيقولوا كده زي الكلاسيكو كده بتاع اسبانيا، كوره اسبانيه كده، كوره واحده والثانيه تيكا تاكا زي ما بيقولوا. بيبوظوا كل ده بقى في الشوط الثاني. تعال بقى نتفرج كده ايه اللي حصل. تركايه كولر اللي عملها برضو بتاعت محمد شريف، ان خرج من الاسترايكر راح على الطرف زي ما كان بيلعب في انبي، كان بيلعب في بدايته مع النادي الاهلي، ودخل شادي حسين سترايكر صريح، يعني خرج محمد شريف على الطرف عشان السرعات وان هو يلعب على الحته دي
ومحمد شريف بيعرف يلعب برجليه الشمال كويس قوي، لان هو اصلا في الاصل اشول، ده لو محدش يعرف يعني. وشادي حسين لما دخل جوه التركايه دي خلت في الدفاع وخلت الجون جه بالسهوله اللي احنا شفناها. طيب هنتكلم بقى شويه عن التحكيم كده. امين عمر بعد ما طرد عمر كمال عبد الواحد، في اكتر من كوره كان فيها خشونه متعمده من غنام محمد. غنام محمد ضرب السوليه، وغنام محمد ضرب حمدي فتحي وقرص على رجل حمدي فتحي ولعب بنفس القوه اللي لعب بيها عمر كمال، بس ده بدل ما يبقى متزحلق بتاكلين كان وهو على الواقف ودخل برجليه كده بالاسترزاط في قصبه السوليه، والسوليه فضل يتألم منها، وعمر ولا امين عمر ما حاولش ان هو يشوفه او يطلع كرة او يوقف اللعب، لان كانت هجمه مرتده طبعا لفيوتشر، وهو عايز فيوتشر يتعادل او يكسب، ويهمه طبعا ان النادي الاهلي يتعطل ازاي؟ مشي اللعب، ده اللعب رجوله. هو الرجوله ان انا اخبط لاعب؟ هو الرجوله ان عمرو السوليه يبقى بيجري بمرقص واحد واثنين وثلاثه، يروح غنام محمد برضه زقه كده بالكوع باينه قوي في ظهره، يروح مدخله بوشه في اللعيبه اللي قدامه، وما تحسبلوش حاجه من على ال 18. كرة زيها قفشه بيلم واحد والتاني وبيعمل لبره، الراجل فخدته ما بين فخده قفشه خلاه وقع على وشه، وهو قفشه كله قد كده يعني، اللي هينفخه هيوقعه. ما تحسبهاش. الشحات برضو ضربه حره من بره ال 18 ما حسبهاش، بيستلم جت في وشه ويقول لك ده هاند بول، يعني حكم الرايه ما رفعش، انت شايفها يا امين عمر وانت في ظهره؟ ما علينا يعني. برضو فاول تاني من عمر السعيد، هرس او فرم رجل قفشه، رجل حمدي فتحي، فرم بمعنى اصح رجل حمدي فتحي، ما حسبش حاجه. ده اللي جنني ان ما حسبش حاجه، ما بصلهاش اصلا، ولا الفار ناداله قال له ده دايس على رجليه وهرسها، ولا الهوا. امين عمر ما كانش من هنا يعني، جاي من بنها، عامل لنفسه من بنها العسل. طبعا في الدقيقه 52 او في الدقيقه 52 كان في تخاذل كده شويه في كوره من النادي الاهلي او من لعيبه النادي الاهلي في خط الظهر، اسفرت ان كان هيجي هدف، والحمد لله ان يعني الشناوي طلع وعطل الكوره، ومحمد عبد المنعم طلعها من قلب الجول. فبرضه يعني انتوا ما خدتوش بالكم ان انتوا كنتوا وحشين او في تخاذل منكم في حته معينه، ورجعتوا لنفسكم تاني. الناس الشناوي عمال يقول لكم فوقوا وبتاع، والناس اللي بره عمال يزعقوا، كولر اول مره اشوفه بيتنرفز بالمنظر ده، ورغم كده انتوا برضه تخاذلتوا ان تتعادلوا وان انتوا ما تكسبوش. في ناس ممكن تقول لك هو انت الاهلي لازم يكسب على طول؟ لا يا عم مش لازم يكسب على طول، بس النهارده كان مكسب سهل، كان مكسب سهل، وانت بتلعب قصاد مش فريق بس، انت بتلعب قصاد فريق وتحكيم واتحاد وناس مش عاوزاك تكسب ولا تطلع عشان فريق تاني يحصلك، ورغم ان الفريق التاني عشان يحصلك عايز ال10 سنين اللي جايين الاهلي ما ياخدش لا دوري ولا كاس ولا دوري ابطال افريقيا، عشان الفريق التاني حتى يبتدي ينافسك. بس الناس مش فاهمه ده، الناس مش فاهمه ده. دقيقه 59 ضربه جزاء باينه وضوح الشمس، شادي حسين وعلي معلول بيتضربوا جوه ال 18 الاثنين مع بعض في كره واحده، كره كومبو زي ما بيقولوا، كره كومبو. علي معلول الراجل طيره بعد ما اتلعبت لشادي حسين بيستلم وهو بيشوط، التاني راح قصه من ورا، باينه قوي، ولا دي اتحسبت ولا دي حتى الفار رجع لها. عمرو السوليه في الدقيقه 68 كره صاروخيه، بعد ما نزل برونو سافيو وكريم فؤاد وعبد القادر وكده، ابتدوا يلعبوا بقى التيكا تاكا بتاعت النادي الاهلي التاني في اخر 10 دقايق، فابتدى الكره هتبقى كويسه مع النادي الاهلي، وابتدى الدنيا هتمشي مع النادي الاهلي، فابتدى بقى اللعيبه بتاعت فيوتشر تخش جامد وتخبط، واللي يقع واللي مش عارفه ايه والكلام ده، لحد ما جت الكره بتاعت برونو سافيو اللي اتشد فيها من سعد سمير، اللي خد فيها انذار مستحق، وضيعنا من الدقيقه 86 او 85 لحد الدقيقه 93 تقريبا على ما اتشاطت ضربه الجزاء واتحسبت ضربه الجزاء واتشاطت، وامين عمر كان رافع 8 دقايق وقت بدل ضايع. طب ال 8 دقايق يا كابتن امين، انا كلاعب كوره انا كنت عارف الكلام دوت، ويمكن لو في حد بيتفرج عليا لاعب كوره هيفهم الكلام ده. ال 8 دقايق يا كابتن امين المفروض بيتحسبوا من بعد ما الكوره بتتلعب، يعني اللي انا واقفه ده كله المفروض يتحسب وقت بدل ضايع. يعني ال8 دقايق انا بادئ مثلا من الدقيقه 94 وكنت واقف في الدقيقه 86، هم دول ال8 دقايق اللي انت قلت عليهم،
يبقى ابدا من الدقيقه 94 احسب 8 دقايق، ما احسبش 5 دقايق واقفل الماتش على 99 يا كابتن. المفروض يخلص 102 او 103. فطبعا التحكيم النهارده ما شاء الله كان ضد النادي الاهلي في كل حاجه، والنادي الاهلي هو اللي خلى التحكيم بقى كده معاه. انا اقدر ان انا مكسب، اقدر ان انا استحوذ ما استحوذ واحط والعب. هما بيلعبوا بخشونه، العب برجوله انا كمان. احنا قلنا يا جماعه في فيديوهات كتير ان يا جدعان مفيش حد هيسيبك تكسب، مفيش حد هيسيبك تكسب. مفيش حد من الاتحاد او من لجنه التحكيم عايزه النادي الاهلي يكسب وياخد دوري تاني. زي ما قلنا كده من شويه، عايزين فريق تاني هو اللي يحصلك ويبقى منافس ليك، عشان ما يبقاش فيه الاهلي بس هو اللي في افريقيا والاهلي بس هو اللي في مصر. وانا بقول لكم انتوا بتحلموا. لو قعدنا 10 سنين ما بناخدش دوري وكاس وبطوله افريقيا انتوا برضه مش هتحصلونا. فده كان فيديو النهارده بالنسبه للنادي الاهلي. انا النهارده بقول النادي الاهلي شوط اول جيد، شوط تاني ما جاش النادي الاهلي خالص ولا عرفناه، ولا هو ده النادي الاهلي اللي احنا نعرفه. في لعيبه كتير قوي متحفظ عليها، ولكن اكتر لاعب مضايقني النهارده وشايف ان هو السبب رئيسي في ضياع نقطتين هو كابتن مجدي قفشه. مش باجي عليه، لكن هو ده السبب الرئيسي. انا عندي 2 تاني هم دول نمبر 1. انت محمد عبد المنعم بيلعب ضربات جزاء كويس جدا، محمود متولي بيلعب ضربات كويس جدا جدا، عمرو السولية بيحطها هايل، علي معلول ولا كلمه. 4 عندك مالهمش حل، فما تعمليش انت فيها برازيلي واسمر برقصوا صنبا. ده كان فيديو النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.